راهي جات بنت الكوزينة وجابت لكم بين يديها وصفة هايلة معروفة ومحبوبة عند ناس الغرب، ألا وهي الكرانتيكا ولا الجرانطيطة. أنا اليوم جبت الحمص هذا كتشوفيه، كاين هذه الكيس هذه الأورانج وكاين كيس الحمراء، بس حنا جربتهم في زوج. الكيس هذا يعني اللي في الأورانج يكون أحسن وأحسن، يعني الكيس يهز تقريبا 400 غرام. شوفوا كي حطيت هذا الكيس جاني قيس هذه البول هذا تاع الشوربه كما كتشوفوا فيه، جاني درت 400 غرام كما كتشوفوا، يعني جاني بهذا الكيل. نتيا ديري في كشي حاجه باش تكيلي به الماء. حطيت فرينه الحمص الا وهي الحمص مرحي. ودوكا واش راح نديرو، انا هنا سخنت الماء، لازم الماء تاعك يكون يغلي. درت ثلاثة لي بول هذو، درت 3 ماء يكون سخون، فهمتيني حبيبتي؟ 3 كيما هكذا. مهم نكمل ندير الماء تاعي. شوفوا هذه الوصفه كي ديروا هذه الطريقه، اولا راح تجيكم بنينه، ثانيا ما هيش حطول لكم في الكويزينيير، يعني شتي كي يقعد لك الغدا نص ساعه نوضي ديريها ثم توجد لك ما شاء الله. دوك انا واش راح ندير الملح هو الاول ما ننساهش، ونزيد ندير ثاني الكمون. يا اخي تعرفوا الكرانطيطه الكرانتيكا واش هي الحاجه اللي تبننها؟ هي الكمون كيما راكم تشوفوا يا البنات. رايحه نضيف معاه ثاني تقريبا نص كاس حتى لربع كاس تاع زيت، وندير معاه كيس خميره الحلويات. نديرو ثاني معاه كيس خميره الحلويات، يعني راح تجي ما شاء الله وتجي هايله يا البنات. بعدها راح نخلطوا كلش مع بعض. كما كتشوفوا وصفه سهله هايله، يعني ما عندي ما نقول لكم. كما قلت لكم تبقى لك ربع ساعه على الغداء، روحي ديريها. انا زدت له مكون الا وهو الفلفل الاحمر، حبيتها تجي شويه هكا حاره، مثلا اذا ما حبيتيش تشري لها هريسه ولا درت لها شويه تاع فلفل احمر. خلاص هنا كملنا الوصفه. واش راح ندير؟ راح نجيب البلاطو تاعي، ديروا هذه الكميه تاع الحمص المرحي اللي درتو وتهز لك قيس هذا البلاطو. دهني البلاطو تاعك مليح بالزيت كما كتشوفي، المهم دهنيه مليح. وبعدها البلاطو تاعك تروحي مباشره تحطيه في الفرن تاعك يسخن، فهمتي؟ يسخن هكذا وهو فارغ. بعدها تجيبيه ونفرغوا عليه الخليط نتاعنا هذا تاع الكرانطيطه، وتكوني خلاص هنا كملنا المهمه تاعنا. احنا راح نديرو يسخن، بعد هنا راهو سخون راني جبته، راح نفرغ الخليط تاعي كيما راكم تشوفون. نخلط كلش ونفرغوا في البلاطو تاعنا ونروحوا مباشره نحطوه في الفرن. انا الفرن تاعي شعلته الفونتيلي، خليته طاب، نشعلوش من الفوق، ندير غير نشعل من تحت ونشعل الفونتيلي، يعني راح تجي ما تجيش هذيك القشره من فوق ولا يعني الطيب ما شاء الله. دوك تشوفوها بعينيكم. هنا شوفوا الكميه اللي دارت كما قلت لكم 400 غرام. قيس هذا البلاطو العادي اللي كامل عندكم في الدار. واش تحبيت نزيد ندير فوق اضافه، درت شويه تاع كمون ودرت شويه تاع فلفل احمر. يعني سمحوا لي اصحاب الوصفه الاصليه، على بالي حيقولوا لي ما كانش هذو الحوايج، كاين حتى اللي يزيدوا فيها البيض، كاين يزيدوا فيها الفرماج، بصح جربوها بالطريقه هذه راح تعجبكم. شوفوا هنا راهي طيب في الفرن، الفونتيلي راهي شاعله، شوفوا هنا راهي طيب ما نشعلهاش من تحت يا البنات كما كتشوفوا. هنا هنا طابت، جات هايله 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 يا البنات. جربوها بالطريقه تاعي هذه، على بالي راح تعجبكم بزاف بزاف بزاف. هيا روحوا يا البنات نقسموها وتشوفوها بعينيكم. انا دائما نديرها بهذا السمك، اللي تحب تجيها عاليه تخير بلاطو واحد اخر اللي تجيها يعني عاليه. شوفوا كيفاه جات هايله كريميه بنينه مع هذاك المورسو تاع الخبز مع الهريسه، راح يعني تعجبك بزاف. 5 توجد لك. جربوها بهذه الطريقه، على بالي حتعجبكم. وهذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. ما تنسونيش بهذوك اللايكات وهذوك التعليقات وهذوك القلوبه اللي تخليوا لي في التعليقات. نحبكم بزاف والى اللقاء.